قصة لثلاث سمكات. كان يا مكان بقديم الزمان في سمكة كبيرة عايشة مع أولادها الثلاثة بالمحيط. طلبت السمكة الكبيرة من السمكات الصغار إنه يستكشفوا المحيط لحالهم، وصتهم ينتبهوا من الأخطار الموجودة بالبحر. لما صاروا السمكات لحالهم قرروا إنه يسبحوا على العالي. طلت وحدة منهم من تحت الماء براسها تتشوف شو في فوق الماء. شافها طير النورس يلي نزل وكمشها وأكلها، وما بقى فيه إلا سمكتين. خافوا السمكات وتلبكوا، وقالت وحدة منهم للتاني: وين بنروح يا اختي؟ قالت للتاني: ما في قدامنا الا قعر المحيط، لازم نغوص بالماي حتى نوصل لهونيك. وغاصت السمكتين لقعر المحيط، وفي طريقهم لاقوا مجموعات من سمك القرش. شافتهم وحدة من السمكات القرش وهجمت على سمكات الصغار واكلت وحدة منهم، اما التاني هربت. لاحظت السمكة انه الخطر موجود باعلى المحيط وباسفله. على وجه البحر الطيور بتاكلهم، وتحت بالبحر بتاكلهم سمك القرش. وين بتروح وهي ما فيها تعيش الا بالماء؟ سبحت لعند امها خايفة مرعوبة وقالت لها: شو بعمل يا امي؟ اذا طلعت على وجه الماي بياكلني الطاير، واذا نزلت لقعر المحيط تاكلني سمكة القرش. قالت للام: يا بنتي اذا بدك نصيحتي خير الامور الوسط،